طيب شباب يلا ناكل. انا جعان. يلا بينا ناكل بصراحه. هناكل ايه؟ سوري. لا سوري، يلا سوري. لا بلاش سوري، انا عايز 4 سنين سوري. احنا كتير قوي الصراحه. بلاش سوري. طيب عندك اقتراح تاني؟ لا بس انا مش هاكل سوري. ايمن بيعترض على كل حاجه، وزياد بيجاملنا كلنا على اساس ان احنا كده هنحبه مثلا. انا عندي كام حركه سريه كده بستخدمهم بيخلوا الناس يحبوني من غير ما يحسوا. طب اقول لكم ايه، ما تيجوا نجرب حاجه جديده في مطعم سوشي جامد. يلا شباب سوشي، والله سوشي خلصان. لا يا عم بلاش وجع بطن ايه السوشي يا عم. لا مش عايز سوشي. طب اقول لكم ايه، في مطعم طاجيكستاني جامد ده لازم. حلو التخصص، حلو ده. قرار يومي بسيط زي احنا هناكل ايه، من الحاجات اللي بتعلمنا اننا نتعامل مع بعض كتيم. يا عم انت ايه حكايتك وايه اللي سوشي؟ يا عم انت ايه حكايتك يا عم؟ كل مره نفس الحاجه. يا عم كل مره نفس الحاجه. خلاص مش تقليدي يا عم، ده احنا بيت يا عم في ايه؟ بقول لك ايه وبعدين هو ايه اللي سوشي طاجيكستاني اسيويه ولا ايه؟ اقول لك ايه، ما تجيبش انت عبسالك يا عم انت. انا بتكلم، محدش هياكل سوري النهارده. الرأي والرأي الآخر، احترام آراء، فاهم؟ طلبنا ايه؟ طلبنا من السوري. عاده لما نيجي نطلب من المطعم السوري بنخلي ايهاب هو اللي يتصل، هو اكتر واحد ظابط اللهجه السوري يعني ملكها كده. الو ابو شريف، كيفك؟ اعتقد ان هي ابو شريك. كان بدنا نوصي على شيء؟ ايه بدنا 4 شاورما سوري. بتكون سوري ايه؟ عادي ولا حاد يعني هيك وهوك ايه؟ طب ثانية شباب، يعني زكاتك عشان رمضان جاي، ممكن حاجة ليها علاقة برمضان؟ ايه بندفع زكاتك. ليه بنطلب دليفري؟ تقديرا لوقت الشغل. احنا ممكن ننزل ناكل تحت، مطاعم في كل مكان، بس الشغل اولى بالوقت ده. لو سألتني ايه الحاجة الوحيدة اللي ممكن تقرب الناس من بعض، هقول لك الشاورما السوري. يعني هي الحاجة الوحيدة اللي بتحول الخصام لمودة، بتحول الحرب لحب، يعني هي اللي بتشيل الرأي اللي في النص دي. انت اللي حسبت يا ميمون صح؟ كمل حساب. لا يا المره دي. لا يا عم لا يا عم خلاص يا عم لا والله ابعتها لك على طول. ابعت لك يعني يا عم مش صاحبي هو سندوتش شاورما 55 ليره يعني مش حوار، ابعتهم لك على طول. 73 ايه 73 ونص. ايه 73 ونص؟ يا عم احنا كنا شاورما، هو احنا كنا سوشي ولا ايه؟ كافيار. انا ما شربتش انا ما شربتش كولا يا عم. انا ما طلبتش توصيل. انا رأي ورأي آخر، احترام آراء.